الحمد لله رب الأرض والسماوات، أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم المعجزات، وجعلها نورا لهداية المسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على نبيه محمد بأتم التسليم والصلوات. ورضي الله سبحانه وتعالى عن آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته المؤيدين بالكرامات. ورحم الله من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى ذلك اليوم الذي يفوز فيه المؤمنون والمؤمنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، فيقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. يا إخوة الإسلام، بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة لينقذ الناس من ظلمات الشرك وجور العبودية وطغيان البشر إلى نور التوحيد، إلى الواحد الديان، إلى الحق الذي ما بعده إلا الضلال. ولقد أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات أذهلت البشرية وأسكتت المفترين وكسبت الناس إلى الإيمان. ولقد أيد الله سبحانه وتعالى كل أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بمعجزات كان لها شأنها أيام أن كانت تلك المعجزات. فكل رسول وكل نبي
بعثه الله سبحانه وتعالى لهداية الناس. كان الناس في وقته يتمتعون بمظاهر شتى من الخوارق، فجاءت تلك المعجزات على أيدي أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام تتلائم مع ما هو موجود آنذاك ومع ما كان شائعا بين الناس في تلك الأرض التي بعث فيها ذلك النبي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد بعث بوقت قد وصلت فيه البلاغة إلى قمتها، وانتشر السحرة والمكارون والدجالون، وكان هنالك أصحاب ديانات لهم بعض الخوارق يروجونها بين الناس. فجاءت معجزات محمد صلى الله عليه وسلم لتضع النقاط على الحروف وتعيد النصاب إلى أهله، فمن هنا أذعنت البشرية وانقادت الناس إلى جادة التوحيد، وأيقنت بالواحد الديان، وأسلمت لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم معجزة جاء بها الإسلام وأكبر معجزة دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي أذهل الناس وأسكت البشرية وأوقفهم عند حدهم منذ بعثة محمد إلى يومنا هذا حتى تقوم الساعة. ومهما شكك المشككون ودجل المدجلون وادعى بالزيغ أهل الزيغ والضلال، فالقرآن قائم منصور من الله يرفع راية التوحيد وينشر العدل بين أرجاء المعمورة. معجزة بمحتواه، بدعوته، بأحكامه، بجنته وناره، بكل ما احتواه القرآن. فالقرآن الكريم بتلك البلاغة العظيمة وبذلك الأسلوب الإلهي الذي يعجز البشر أي بشر عن الإتيان بمثله، فهو معجزة قائمة إلى يوم القيامة. ولو تنبه المسلمون ولو أفاق الموحدون لأسكتوا العالم بأسره
ولحكموا الدنيا بأسرها بكتاب الله وبمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلمين نيام، اتخذوا القرآن رسما ومباهاة يتباهون به بين الناس، فناموا بسبات عميق، وأعداء الإسلام ينهضون يوما بعد يوم، والمسلمون يتنازلون يوما بعد يوم. لماذا؟ لأننا تركنا كتاب الله تعالى، تلك المعجزة العظمى التي أسكتت العالم بأسره وتحدت كل الناس وتحدت كل الديانات، وجاءوا جميعا إليه طائعين مذعنين. فما بال المسلمين اليوم لا ينهضون بتلك المعجزة التي أعجز بها محمد كل الناس وكل البشرية، حتى الجن طاعت له بذلك وأذعنت له وانقادت بكتاب الله تعالى. وكان المشركون يريدون أن يفهموا محمدا صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة يجدونها بين أيديهم وبأي وسيلة يعثرون عليها بين الناس. فجاءوا إليه يوما عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه آية يذعنون إليه من خلالها، فقالوا نريد منك آية في السماء. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر إشارة شطره إلى نصفين، فصار كل نصف منه بمكان، فقالوا إن محمدا قد سحر أعين الناس. فقال قائل إذا كان قد سحر أعين الناس فإنه لا يستطيع أن يسحر الجميع، لا يستطيع أن يسحر كل الناس. فسألوا بعض المسافرين الذين قد أتوا آنذاك إلى مكة المكرمة فأخبروهم أنهم قد رأوا القمر قد شطر إلى شطرين، ومع ذاك لم يذعنوا ولم ينقادوا، ولكن الله تعالى قد جعل ذلك أذانا لموعد قريب تقوم به الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. كان أبو جهل أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ليدعوهم إلى الله تعالى، وبعد أن انتهى اجتماعه بهم قام أبو جهل فقال سأقوم غدا إلى محمد وقد عاهد الله على ذلك، وأقوم إليه بصخرة لا أطيق حملها، حتى إذا سجد في صلاته
رميتها على رأسه فهشمته بتلك الصخرة، فامنعوني أو أسلموني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر ليؤدي الصلاة في الكعبة، وكانت القبلة إلى الشام إلى بيت المقدس، فوقف بين الركن اليماني والحجر الأسود، فلما سجد عليه الصلاة والسلام قام إليه أبو جهل بصخرة كبيرة عظيمة، وقد اجتمع الناس ليرون ماذا سيفعل ذلك الكافر. فتقدم إليه أبو جهل ليصلغ رأسه بتلك الصخرة، فتيبس مكانه وجمدت يده على الصخرة، ورجع مذعورا لونه قد خطف خائفا يرتجف، فرمى الصخرة من يده، فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال والله لقد أتيت إلى محمد لأفعل به ما أخبرتكم به البارحة، فإذا أنا بفحل من الإبل لم أر فحلا مثله قط. فتح إلي فاه، والله لو تقدمت إلى محمد لالتقمني. إنها معجزة لمحمد، إنه رب محمد الذي عصم محمدا. وجاء رجل من أراش إحدى المدن يتاجر بالإبل، فجاء إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل، اشتراها منه وماطل معه بالثمن، في كل يوم يرجئه إلى يوم آخر، وفي كل موعد يواعده بموعد آخر ويخلف معه. فجاء ذلك الأراشي إلى جمع من الناس فقال أيها الناس، أما فيكم من أحد يأخذ حقي من أبي الحكم؟ فقالوا له مشيرين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك. اذهب إلى ذلك الرجل فهو الذي يأخذ حقك من أبي الحكم. وهم يعلمون ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبي جهل من عداوة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله، لقد بعت إبل إلى أبي الحكم وما طلني بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم معي، فأخذه إلى أبي جهل، بينما المشركون قد بعثوا وراءه رجلا يجس لهم الأخبار.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي جهل فطرق بابه بشدة، ضربها بقوة، فقال أبو جهل: من هذا؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا محمد. فذعر أبو جهل وخاف وارتبك، وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطف لونه. فلما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره الممدود بقوة من الله، فقال: اعط لهذا الرجل حقه. فقال: لا تبرح مكانك حتى آتيك بالمال. فدخل أبو جهل إلى البيت فأخرج المال وأعطاه الرجل. فجاء الرجل إلى جمع المشركين فقال: جاز الله صاحبكم خيرا، لقد رد إلي مالي. وعندما رأوا أبا جهل قالوا: يا أبا الحكم، ما فعلت بمحمد؟ قال: والله لقد نظرت إليه وفوقه فحل إبل، ما رأيت مثل منظره قط. فتح إلي فاه، والله لو تأخرت طرفة لالتقمني ولمت في الحال. ومع ذلك لم ينصاع الإشراك إلى محمد، ولم يهتدي أبو جهل للإسلام. وفي غزوة الخندق جاءت ابنة بشير بتمرات إلى أبيها بشير وخالها عبد الله بن رواحة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هات ما عندك. قالت: يا رسول الله، هذه تمرات أتيت بها إلى أبي بشير وخالي عبد الله بن رواحة. فوضعتها بكفيه فلم يمتلئ كفاه بها، ثم دعا بثوب فدحاها فوق ذلك الثوب، فإذا الثوب يعج بها وقد ملأته وتكاد أن تتساقط من جوانبه. فنادى على المنادي أن نادي أهل الخندق يأتون يأكلون مما رزقهم الله. فجاء أهل الخندق يأكلون من ذلك الطعام الذي أتته الرحمة الإلهية وبركة الخالق تبارك وتعالى، فما زالوا يأكلون ويسيدون بأكلهم والتمر كما هو، وكلما زاد أكلهم كلما زادت بركة التمر ويتساقط من جوانب الثوب. لمن هذا يا إخوة الإسلام؟ بسبب من هذا يا أمة محمد؟ وفي الخندق كان الناس يحفرون نهارا وينامون ليلا، فإذا هم بصخرة جلمودة شقت عليهم، فدعا سلمان الفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشكى إليه تلك الصخرة، فأخذ المعول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب تلك الصخرة 3 ضربات لمعت النار منها، فدعا بماء عليه الصلاة والسلام وسكبه فوق تلك الصخرة، فإذا الصخرة تصبح رمادا، وحملها الناس إلى حيث يريدون. وفي ذات يوم انتهوا من شغلهم، فجاء جابر ابن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه إلى جذيعة مصلية، شاة صغيرة كان قد ذبحها وأعطاها لزوجه من أجل أن تشويها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريده لوحده، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي كل أهل الخندق، فقال: هلموا بنا إلى بيت جابر. فقال جابر: لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين سيأتي لهذا الجمع من طعام؟ من أين سيطعمهم؟ والشاة صغيرة لا تكفي نفرين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الشاة أمامه فسمى بسم الله، ودخل جماعة معه فأكلوا وقاموا والشاة كما هي، ثم دخلت جماعة أخرى وأكلوا ثم قاموا والشاة كما هي، حتى أكل كل أهل الخندق من تلك الشاة المصلية وهي على حالها. وفي غزوة خيبر جاءت إحدى اليهوديات تسأل عن أحب الشواء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فجاءت بشاة مصلية مشوية قد دست السم بها وركزت السم في الذراع، وقدمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عليه الصلاة والسلام مع رجل آخر معه، فأخذ الذراع بيده الطاهرة فنهسه بفهمه الطاهر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذراع لا يخبرني أنه مسموم. نعم، إنه رسول الله، إنه رسول الهداية، إنه رسول رب العالمين. فيا أمة محمد هيا إلى محمد، يا أمة القرآن انهضوا بالقرآن. وفي ذات يوم عطش الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بصحراء، ولا يوجد فيها إلا بئر قد غار ماؤه، وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ارموا بهذا السهم في البئر، فلما رموا البئر به فإذا الماء يصعد إلى فم البئر، فارتوى الناس منه وشربوا منه وملأوا قرابهم وسقوا خيولهم بمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم. هداني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، في يوم أحس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالجوع، وبحث عن الطعام فلم يجده، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال: هلم معي يا أبا هريرة. فجاء معه إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وكان قد أتي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه اللبن، فقال: يا أبا هريرة، اذهب فنادي أصحاب الصفة يأتوني يأكلون مما رزقهم الله. وأهل الصفة من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فذهب إليهم أبو هريرة رضي الله عنه فدعاهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا فامتلأ بهم البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قم وخذ الإناء فاسق القوم. فحمله أبو هريرة وأعطاه لأول رجل منهم، وظن أنه لا يصيبه منه شيئا، لأن الناس جياع ولا يكفيهم هذا الإناء. فشرب الرجل حتى روي، فأعطى الإناء إلى أبي هريرة والإناء كما هو، ثم أعطاه للآخر وهو كما هو، وشرب منه الآخر وهو كما هو، حتى شرب الناس كلهم. ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده، فقال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى ظننت أن جميع عروق جسدي قد ابتلت منه، فأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت، فقال: اشرب يا أبا هريرة. قلت: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من ذلك اللبن. وفي يوم جمعت أم سليم بعض السمن الدهن في عكة، وبعثتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيد فتاة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغوا لأم سليم عكتها. فأفرغوها، وعادت الفتاة إلى البيت بتلك العكة الفارغة، وعلقتها في البيت. فجاءت أم سليم فرأت العكة مملوءة بالدهن ويقطر السمن منها، فقالت لها: ويلك ما فعلت؟ أما ذهبت بالسمن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لقد ذهبت به إليه،
وإن لم تصدقيني فاسأليه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عليه الصلاة والسلام أن العكة مملوءة بالسمن ويقطر السمن منها. فقال يا أم سليم أتعجبين أن الله رزقك كما رزق نبيه؟ رزق رزق الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، ورزق به أم سليم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى خيمة أم معبد، وكانت مشركة، وكان معه بعض من صحابته الكرام. فقال لها يا أم معبد هل لك من لبن نشربه؟ قالت لا. قال هل عندك لحما نشتريه؟ قالت لا والله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زاوية الخيمة فإذا هو بجذعة ضعيفة مريضة نحيلة، فقال أتدعيني أن أحلب هذه الشاة؟ قالت إنها لا تطيق نفسها، لا تحمل نفسها، وليس فيها حليب، كيف تحلبها؟ قال ائتنيها لأحلبها. قالت بأبي أنت وأمي لو كان فيها الحليب لأعطيتك إياه. فجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه الصلاة والسلام على ضرعها على ثديها فتوسع، ومسح على خواصرها سمنت تلك الشاة. فقال ائتني بإناء، فناولته الإناء فحلب من ذلك الحليب وأعطى لأصحابه فشربوا، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا، ثم حلب لها بالإناء وأعطاه إياها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عليهم رضوان الله تعالى. فجاء أبو معبد زوجها فرأى الحليب بالبيت، قال يا أم معبد من أين لك هذا؟ قالت لقد جاءني رجل فيه الخير والبركة، وحكت له القصة. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أن ذهب أبو معبد وزوجته أم معبد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن إسلامهما أمامه عليه الصلاة والسلام، وأحسن إسلامهما إكراما للمعجزة الإلهية التي أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم لينفع بها الناس ويدعو بها الناس إلى الله. فيا إخوة الإسلام، الله الله هو ربنا، هو مدركنا، هو ناصرنا، هو رب العالمين. من كان مع الله كان الله معه، ومن أحسن الظن بالله بارك الله به وأحسن مثواه. يا إخوة الإسلام، ذاك هو محمد بقمة الخلود. وعندما انتهج نهجه صحابته الكرام وصلوا إلى قمم
لا يستطيع أحد من البشرية أن يصل إليها. فيا أمة محمد، لو سرنا على نهج محمد لارتقينا إلى ذلك المرقى الذي رقاه محمد ورقته صحابته الكرام عليهم رضوان الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله تعالى على النبي محمد. اللهم لا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك يائسين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. عباد الله، اتقوا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.